للأسف كثرت حالات موت الفجأة للكبار والصغار، ربي يرحمهم ويصبر عائلاتهم. وهذه علامة من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. وقال: موت الفجأة أخذة أسف، لأن الذي يموت موت الفجأة وهو راقد ولا يسوق ولا يمشي ولا يتفرج في حاجة، قد يكون ناسي أو غافل أو مش حاضر للموت، عكس المريض مدة طويلة ولا الكبير في العمر يبدأ غالبا مستعد للموت، كاتب الوصية متاعه ومشتغل بالعبادة وعنده وقت لنطق الشهادة. لكن في الأصل حتى الصغير والصحيح اللي لبس عليه يكون ديما متذكر الموت في كل لحظة، ومحضر روحه بالبعد عن الذنوب والمعاصي، بالتوبة وإرجاع حقوق الناس، بالصلاة في وقتها، والصيام والقرآن والدعاء، وكثرة ذكر الله في الشارع، في المواصلات، في القراية، في الخدمة، في الدار، وخاصة قبل النوم الموت الصغرى، وفي كل زمان ومكان، لأنه أغلب اللي ماتوا ما كانوش يعرفوا أنهم باش يموتوا وقتها. هذاك علاش لازمنا ديما نحسنوا أفعالنا وأقوالنا في كل أحوالنا، ونختاروا بالباهي منشوراتنا وتصورنا وفيديوهاتنا باش تقعد لنا بعد موتنا حسنات جارية، مش بالعكس سيئات جارية، ونعود رواحنا على فعل الخير، لأنه غالبا من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ربي يهدينا ويتوب علينا ويرزقنا حسن الخاتمة ويدخلنا الجنة ويرحم موتانا وموتى المسلمين، آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.